السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود مورنينغ دياكسان، صباح الخير دياكسان. معكم القائدة انتصار قانت، عضوة في شركة دياكسان. كنقدم لكم هذا الفيديو كهدية للأعضاء الجدد اللي انخرطوا معنا في شركة دياكسان. طبعا أنا ولا أنت قررت أنني نفتح واحد المحل، قررت أنني نبدا واحد المشروع. أشنو غنحتاج رأس مال وواحد المبلغ اللي خصو يكون عندي باش نقدر أنني نفتح مشروع. ولكن الأغلبية كتلقاهم ما عندهمش إمكانية يفتحوا مشروع لأنه ما عندهمش رأس مال. فبالتالي هذا هو اللي كيخلي اغلبيه الناس يلتجئوا الوظيفه هو انك تخدم او تكون تحت سلطه واحد المدير، ما عندكش حريه الزمان، ما عندكش حريه المكان، وحتى الراتب قار، يعني ما كاينش تطور. فبالتالي اغلبيه الناس كيوقع لهم مشكل نفسي واضطرابات وستريس. اما حاليا في الزمن ديالنا كاينه واحد الحاجه سميتها المشاريع الذكيه. شنو هي المشاريع الذكيه؟ هي انك تبدا واحد المشروع واخا ما يكونش عندك راس مال. ممكن انك تبدا من الصفر، وهادشي كامل غتشوفوه مع شركه دي اكس ان عن تجربه شخصيه. دي اكس ان راه هي واحد العالم زوين. عالم دي اكس ان غتكتشفوا معنا ان شاء الله من خلال هذا لا فيديو. عالم دي اكس ان اللي طبعا ممكن تدخل ليه بدون راس مال، بلا ما تحتاج الشهاده، نسبه مخاطره 0%، حريه الزمن والمكان، وانت المدير على المشروع ديالك، ما كاينش شي واحد مدير عليك. وطبعا هذا المشروع مورث. عالم الصحه والثراء اللي هو دي اكس ان. غنمشيو ان شاء الله. الفكره الاساسيه ديال المشروع ان داخل كل بيت، طبعا اي بيت ولا اي منزل، كنلقاو افراد الاسره اللي شنو كيديروا شهريا او لا يوميا، استهلاك شهري. كنستهلكوا منتجات بشكل اللي هو يومي وبشكل اللي هو مستمر. طبعا هذا الاستهلاك العادي اللي كنستهلكوا فيه منتجات، سواء مأكولات ولا مشروبات ولا أطعمة ولا بزاف د الحوايج. اشنو فيهم هاد المشروبات؟ طبعا الصحة ديالنا كتدهور لأن أغلب المنتوجات فيها مواد كيماوية، وحتى الجيب ديالنا كيمشي، كيكون هلاك ديال الجيب ديالنا. فاليوم غنوريكم او غنشرح لكم الفكره ديال دي اكس ان بكل بساطه ان شاء الله، باش تتضح لكم الرؤيه. سواء امراه، سواء راجل، سواء ولد ولا بنيه، كاملين كنستهلكوا واحد الحاجه سميتها الصابون. ما يمكنش ندخلوا شي بيت اولا شي حمام ديال شي بيت وما نلقاوش الصابون. شركه دي اكس ان كتقول لك غير البقاله ديالك، عوض ما تاخذ واحد الصابونيه عاديه فيها كيماويات، تاخذ صابونيه طبيعيه 100%، وفيها واحد الفطر اللي غني عن التعريف، غنتكلم عليه في فيديو اخر، اللي هو صابونيه الجانوزي. طبعا غندخل اي بيت غنلقى معجون اسنان، فبدل هذاك المعجون ديال الاسنان اللي فيه مواد كيماويه ممكن تكون مسرطنه المعجون اسنان طبيعي 100%. ما يمكنش نلقاو شي بيت الا وفيه شامبوان، ما يمكنش نلقاو شي واحد ما كيغسلش شعرو، فهذاك شامبو غتبدلو بشامبو طبيعي ديال شامبو جانوزي. طبعا هادو كاملين فيهم الفطر الريشي. الى محبي القهوه، الناس اللي كيحماقوا على شي حاجه سميتها القهوه، وحنا كنعرفوا ان القهوه راه مضره بزاف، فيها نسبه ديال الكافيين عاليه. اما دي اكس ان كتقدم لك انواع بزاف ديال القهوه، قهوه بدون سكر اللي خاليه من السكر وفيها الفطر الريشي، وكاينه قهوه بالكريمه النباتيه فيها سكر طبيعي. طبعا الوليدات كتعطيهم واحد المشروب اللي سميتو الكاكاو، اولا النساء كيديروا في الكيك ديالهم كاكاو. طبعا شركه دي اكسان جابت لك الكاكاو ديال كوكوزي اللي فيه الفطر الريشي وكيخدم على الذات كلها وزوين وبديل. ف دابا غنتكلم على السلبيات ديال البقاله العاديه. انا كندخل واحد البقاله ولا واحد السوبر ماركت معين، كناخذ منتوجات كنستهلكها بشكل يومي اولا بشكل شهري. اشنو كنربح؟ ما كنربح والو، كنخسر صحتي، لان كل يوم كيدخلوا لي سموم، واكيد الجيب ديالي كيكون فيه افلاس لانني ما كنستثمرش في هذاك الاستهلاك ديالي. اما الا جينا نتكلموا على الفكره الاساسيه ديال دياكسان، واو اند واو، لان شركه دياكسان كتقدم لك منتوجات طبيعيه، اغذيه طبيعيه ومشروبات، وكل ما يتعلق بالعنايه بالبشره والعنايه الشخصيه. كتربح صحتك من الدرجه الاولى، لان هاد المنتوجات اغلبيه كتخدم على المناعه، واكيد كتستثمر في الاستهلاك ديالك من خلال الماده. فنعطيو مثال بلاسبيرولين اللي سميناها منجم الفيتامينات، هي واحد المكمل غذائي كيحتاجو الرجل والمراه. كيفاش غنستثمروا في الاستهلاك ديالنا؟ طبعا كل منتوج في شركه دياكسان الا وغنلقاو فيه نقاط معينه، وهذا هو اللي كنتكلموا كنقولوا بي في بوينت فاليو، القيمه النقاطيه
مثلا سبيروني فيها 20 نقطه، دوك النقط ما كيضيعوش ليك، كيرجعوا لك على حسب ارباح اللي كنسميهم سيلز فاليو اس في، قيمه المبيعات اللي كتكون بالدرهم او اللي كتكون باي عمله في كل دوله انت فيها. فانا عطيت غير مثال. فالمشروع دي اكسان هو استثمار الاستهلاك.